والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي وخواتاتي متابعين قناة بلاك وولف، أهلا وسهلا بكم من جديد. المهم اليوم جبت لكم واحد القصة حقيقية وواقعية وقعت في مدينة إفران. هاد القصة هادي اللي تعودت على لسان الساكنة. المهم هادي واحد المرأة كانت هي والبنت ديالها اللي صغار، وخرجوا هو كيتنزهوا. يعني كانوا ساكنين في إفران وخرجوا يتنزهوا هكا حدا دارهم. ولكن قبل غادي نعرف لكم بالجمالية د هاد المدينة، وهاد المدينة رومانسية بالنهار، كتكون جمالية الطبيعة، جمالية المناظر ديالها، بزاف د الحوايج. ولكن هادشي ما كيمنعش انها غادي تكون من اغرب ومن ارعب المدن لياليا، يعني ليلا. وشمسون اخوتي بالليل كتولي مع فيها الغابات وفيها الاشجار بزاف، فيها المناطق الباردة بزاف. داكشي علاش كيلتجئوا الجيل ليها. المهم ندوزو للموضوع. كانت واحد المرأة اللي قلت لك خرجت هي والابنة ديالها، وكانوا واقفين جهة يعني بغات تقطع الطفلة الشانطي بلا مراقبة الأم ديالها. وديك الجهة اللي كانوا فيها هي الحدود، يعني الطوموبيلات كيدوزو بسرعة فائقة. داكشي اللي خلى انها الطوموبيلات ضربها هي وما، وجمعت لهم ديك الساعة ماتوا. صراحة هادشي اللي غادي نقول لكم غريب بزاف، لأن السيدة ماتت وجنزوها وحزن عليها الزوج ديالها والسكينة جيرانها، كلشي حزن عليها لأنها ماتت ديك الموتة. ولكن الغريب في الأمر هو أنه داز أيام وشهور وأعوام حتى كيتفاجأ السيد راجلها بأنه جا عنده صاحبه وقال له راني شت مرتك والابنة ديالك، واش كتضحك علينا بالموت ديالهم. المهم كلشي حضر للجنازة ديالها، ولكن الغريب في الأمر بدات كتخرج للساكنة في ديك الموقف اللي كانت فيه، يعني كيشوفوها الساكنة والناس البرانيين اللي كيلتجئوا لهاد المدينة كتضرب يعني في الطوموبيلة ديالهم باش كيوقعوا القصايد في هاد المدينة بزاف اللي هي مدينة إفران. يعني كتضرب في الطوموبيلة ديالهم هي والابنة ديالها باش هكا كيتفافى، يعني بحال الانتقام، يعني انتقمت للموت ديالها حيث ماتت مغدورة. كانت باغا تنقذ الابنة ديالها ساعة صدقوا ميتين بجوج. المهم بقات قصة هكا، وبقات يعني عند أهالي وعند سكان وعند زوار هاد المدينة. بقات هاد القصة هادي يعني في كما كنقولوا في التاريخ، لأن غريب أن روح طلعت عند الله تولي تخرج للسكينة. وهذه قصة حقيقية، وبزاف ديال القصص اللي تعاودوا على هذه المدينة ديال إفران، وفيها بزاف، هو اللي فيها ديك مستشفى ابن صميم. هذاك إن شاء الله غادي نغامر فيه إن شاء الله بإذن الله ونكتشفوا الأسرار ديالو. هاد المدينة هادي فيها أسرار اللي غامضة، اللي كيعرفوها غير الأهالي، يعني الناس اللي كيسكنوا فيها. المهم كانت هذه هي قصتنا اليوم، وشكرا لكم على التتبع، شكرا لكم بزاف على التفاعل. وكنتمنى انكم تفاعلوا معنا وتبارطاجيو، لان بالبارطاج والتفاعل ديالكم باش حنا مازالين كمالين. وشكرا للناس اللي كيبغيونا. المهم هذه قصة كنقول لكم حقيقية، كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم. وكانت هذه نهاية قصتنا اليوم. شكرا لكم بزاف. كان معكم اسماعيل من قناة بلاك وولف. شكرا لكم، السلام عليكم.